طيب تصميم النهاردة عن مطعم سمك. دخلنا على المقاس طبعا 2000 في 2000 ريزولوشن 250، وبعد كده دخلنا على التصميم. هنفتح الصورة اللي احنا عايزينها بتاعة البحر دي، هنعوض بقى الحتة اللي فوق ديت بان احنا هنجيب صورة بتاعة سما تانية وهنظبط الاتنين على بعض. هندخل على الكالر بالانس نظبط الالوان يعني في التصميم اللي فوق والتصميم اللي تحت عشان يبقوا الاتنين ماشيين مع بعض لحد ما يعني. بعد كده نكبر التصميم اللي فوق عشان شكل البيوت اللي كانت ظاهره ديت ما تجيش معانا في التصميم. هندخل بالبرش بعد ما نعمل ماسك ونمسح الجزء اللي احنا مش عاوزينه عشان الدنيا تمشي كلها مع بعضها تبقى ميه واحده. نفتح بعد كده الصوره بتاعه الطبقه دي في كنام ملف جديد يعني، وهنضيف لها السمكه اللي هي المشويه دي مثلا، وهنظبط الاتنين على بعض وهنكبر السمكه دي شويه كده. وهنجيب كمان سمكه لسه يعني بيور لسه صاحيه لسه ما اتشوتش، وهنقلل البسط بتاعها شويه. احنا هنعمل هنقص الجزء اللي فوق من السمكه المشويه ناخده معانا، والجزء اللي تحت مع السمكه النيه ناخده معانا تحت. فظبطنا الاتنين على بعض كده وعملنا لهم بالورب يعني عشان يبقوا مظبوطين مع بعض، وبالبرش الخفيفه بدانا نقسم السمكه نصين يعني، نص مشوي ونص لسه ني. ودي الفكره من التصميم اصلا. اهم حاجه بقى ان احنا نظبط الاتنين مع بعض عشان ما يبانش ان هم متركبين يعني. هنيجي من تحت من السمكه المشويه نمسح الجزء التحتاني، ومن السمكه اللي هي النيه نسيب الجزء التحتاني ونمسح الفوقاني ونركب الاتنين على بعض، وهنعمل لهم زي شادو خفيف تحت كده عشان يبان ان هم يعني على الطبق متركزين على الطبق يعني. بعد كده هنمسك الثلاث ليرات مع بعض دول او الليرين مع بعض دول ونقوم عاملينهم كونفرت سمارت اوبجكت عشان يبقى كله مشروع واحد. ندخل بعد كده على شكل البحر دوت ونيجي عند الحته اللي فيها الموجه دي وندخل بالبين تول نقص البحر دوت، نعمل طبقه تانية منه يعني لير فيها قط. بعد كده نجيب شكل الطبق اللي عليه السمكه دوت وهندخله بين البحر وبين الحته اللي احنا قصيناها الجديده. وهنعمل بقى هناخد طبقه تانية، ركز معانا في الحته دي بقى، هناخد طبقه تانية من شكل الطبق دون وهنخلي واحده قدام الموجه وواحده ورا الموجه. هنحدد الشكل بتاع السمكه دي. بص ركز معايا بقى هنعمل في الحته دي. هنا خدنا نسخة من الجزء بتاع البحر دوت، وهنجيب بعد كده السمكة دي او طبق السمك دوت نكبره شوية وهنحطه بين البحر القديم والبحر اللي احنا عملنا نسخة منه التانية دي. والسمكة ديت هنعملها ليارين، هناخد نسخة تانية منها تبقى نسخة قدام ونسخة ورا، هما الاتنين كده فوق بعض فمش باين انهي اللي قدام وانهي اللي ورا. بس احنا هنعمل بقى هندخل على اللير اللي فوق وهنعمل ماسك نمسح الجزء اللي تحتاني، وهندخل على الجزء اللي تحت نعمل ماسك نمسح الجزء الفوقاني. هتلاقي الاتنين كده مع بعض شكلهم ديت نص ودي نص، بس هتظبط معانا زي ما احنا عاوزين يعني. بص كده دوت النص اللي فوق وده النص اللي تحت كده يعني. هنجيب بعد كده الشكل اللي هو الموجة بتاعت البحر ديت او الموجة الغريبة ديت يعني، وهنبدأ نظبط الالوان بتاعتها عشان تمشي مع التصميم مع الابعاد بتاعتها يعني وكده. وهنعمل ماسك ونعكس الماسك دوت بحيث انها تختفي الموجة ديت تختفي، واحنا نظهر منها الجزء اللي احنا عاوزين نظهره. انا عاوز اظهر بس حواف اللي هي الطبق، كأن الموجة يعني جايه على الطبق من الجناب كده بس زي ما انت شايف يعني. وهنظبط بقى نلعب في الالوان عشان تيجي معانا زي ما احنا عاوزين او اللون يمشي معانا زي ما احنا عاوزين. هنا انا كنت بحاول اجرب كام موجه كده بس ما ظبطتش معايا فقلت امسحهم يعني. شكل الموجه مش متظبط معايا زي ما انا عاوز، فهدخل على البابت ووربت بحيث ان انا اظبطها معايا مع الموجه الرئيسيه اللي بره كده، بس انا عاوزها كده بالظبط. هنجيب بعد كده شكل اللي هو الخطاف بتاع الصيد، كأن السمكه ديت احنا اصطادناها يعني على طول وهتشوي على طول يعني. هنصغر عشان تمشي مع التصميم يعني، وهنعمل زي ماسك بسيط كده وهنمسح الجزء اللي هو دون يبقى كأن السمكه الخطاف دوت داخل في بقها يعني. هي حاجه بسيطه، احنا كده اصلا التصميم ما يصغر مش هتبين. هنجيب بعد كده شكل الخيط بتاع السناره هنركبه على الهلبة على الخطاف يعني بتاع السنارة ده، وعشان ما يبانش ان هو خيط حد هنبدأ ان احنا نعمل بالأداة الورب تول ان احنا نظبط نعمله زي كيرف كده. هنقلل الوسط بتاعه شوية كده، يعتبر التصميم خلص معايا زي ما انا عاوز. هنبدأ بعد كده نجيب بقى اللوجو بتاع المطعم السمك اللي احنا بنعمله التصميم اصلا، وهنكتب الكلمة دي مثلا من البحر ليك على طول مثلا. هنبدأ بقى ان احنا نظبط الالوان بتاعتها ونبدأ نظبط حجمها بحيث ان هي تمشي مع التصميم والدنيا تكون ماشية كلها مع بعضها. ندخل كمان على البلندنج اوبشن يعني نظبط اللون ونعمل لها مثلا ستروج او دروب شادو. هنلعب في البيفل شويه وكده يعني. بص تظبط براحتك بقى في الكلمه زي ما انت عاوز عشان يبان في هنكتب رقم المحمول كمان عشان يظهر معانا برضو والدنيا تتظبط يعني. يبقى التصميم شامل بالاسم باللوجو بكل حاجه يعني. ونكتب اسم الشيف كمان صاحب المطعم، هنظبط الاتنين مع بعض كده. وهنجيب بعد كده ايقونه اللي فيها الشكل الاتصال دون، ومثلا ايقونه الفيسبوك
الفيسبوك عشان يبقوا ايه وسائل التواصل، يعني الفيسبوك صفحة الفيسبوك، او ان انت تكلم المطعم على طول يعني يبعت لك الحاجة اللي انت عاوزها. بس كده تصميم النهارده خلص، وبكده يكون خلص فيديو النهارده. يا ريت تعمل لايك تقديرا منك لينا على الفيديو، تشير الفيديو كمان علشان غيرك يستفيد منه، ولو حابب تشوف فيديوهات اكتر ممكن تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد معانا. وما تنساش تشوف الفيديوهات اللي فاتت هتعجبك صدقني. تابع معنا كمان الجديد اول باول. كان معكم اخوكم محمد الشرويدي. يلا السلام يا اصدقائي.